استغرب عدد من المتابعين للتصريحات التي أدلى بها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حواره مع قناة RMC سبورت حول اللاعبين المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية العالمية ومن يرجح للفوز بها. ورغم أن الصحافة العالمية وعدد من الدوليين السابقين رشحوا الدولي المغربي أشرف حكيمي بجانب عثمان ديمبيلي ولامين جمال للتتويج بالكرة الذهبية، إلا أن ناصر الخليفي فضل الارتماء في حضن الإعلام الفرنسي وتقديم تصريح يدغدغ مشاعرهم ويجعلهم يحبونه، بعدما أكد قائلا: لا شك أن ديمبيلي هو من يستحق البالون دور نظرا لما قدمه هذا العام، فإذا لم يفز ديمبيلي بالكرة الذهبية فهناك حقا مشكلة كونه بذل جهدا كبيرا. ورغم أن عثمان ديمبيلي قدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق رفقة باريس، إلا أن شخصا مسؤول بقيمة ناصر الخليفي يعلم جيدا أن العالم بأسره يرشح لاعبين من فريقه هما ديمبيلي وحكيمي، وكان حري به دعم اللاعبان معا وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر حتى لا يساهم في تقليص حظوظ فوزهما، خصوصا وأن حكيمي كان ينتظر الدعم من فريقه باريس سان جيرمان للدفاع عن حظوظه في التتويج بالكرة الذهبية، خصوصا وأنه مؤهل من الناحية التقنية وحتى بلغة الأرقام والإحصائيات، ليظل فقط الجانب التسويقي والإعلامي هو الذي قد يساعده على التتويج. ولا شك أن تصريحات ناصر الخليفي قد تصيب أشرف حكيمي بالإحباط، كيف لا وأنه قرر تجديد عقده في الوقت الذي توصل بعروض قوية من أندية عالمية، ليرد عليه رئيس النادي ناصر الخليفي بالنكران وعدم دعمه في فوزه بالكرة الذهبية. فما رأيك بتصريحات الخليفي المحبطة لأشرف حكيمي هذه؟